بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم جميعا، كل عام وأنتم في أتم الصحة والعافية. في سؤال ممكن يخطر على بالكم: ليه ببقى شايف الإشارات وبدخل برضه في العلاقة؟ عمرك شفت العلامات من بدري قوي وحسيت إن في حاجة غلط، بس قلت لا، يمكن يكون قصده كده وممكن يتغير، يمكن أنا اللي مكبرة الموضوع؟ وانت كمان يا حبيبتي، عمرك شفت العلامات من بدري قوي وحسيت ان في حاجة غلط؟ حسيت ان العلاقة مش نافعة اصلا، وانها فاشلة، وانها مش هتستمر، بس قلت لا، ممكن يكون قصده حاجة تانية، ممكن يتغير. عايزة اوضح نقطة قبل ما نخش الموضوع، مهمة جدا. انا دلوقتي بكلم جميع الفئات، جميع الحالات اللي قدامي دلوقتي. ممكن يكون اعزب، ممكن يكون ارمل، ممكن يكون مطلق، ممكن يكون متزوج، وانت كمان ممكن تكوني آنسة أو منفصلة أو أرملة أو متزوجة. أنا بكلم كل الحالات أيا كانت حالتك الاجتماعية. وفي ناس قدامي دلوقتي متعلقة وفاهمة أنا بقول إيه وحاسة بالكلام اللي أنا بقوله، وفي ناس مش عارفة إيه تعلق ده ولا حاسة بيه، بس في ناس متعلقة فيه، وفي ناس متجوزة وعايزة تتجوز تاني. عمرك سألت نفسك أنا ليه عايزة أتجوز تاني؟ وانت يا حبيبتي عمرك سألتي نفسك هو انا جوزي ليه عايز يتجوز تاني؟ الموضوع كبير، بس احنا مع بعض هنفهم نفسنا خطوة خطوة، ونبدأ بنفسنا عشان تعرفوا تختاروا شريك حياتكم صح وتعيشوا حياة سعيدة صح. هندخل في موضوع الحلقة على طول: ليه بنشوف الإشارات وندخل برضو في العلاقة؟ خليني أقول لك حاجة يمكن مش مريحة شوية. أوقات إحنا مش بنقع فجأة، احنا بنشوف ونختار نكمل، مش عشان احنا ضعاف، لا، لكن عشان في حاجة جوانا أقوى من المنطق. تعالوا نفكها بهدوء. أول حاجة، عشان بنصدق اللي نفسنا فيه. أوقات الشخص بيقول كلام حلو جدا، والكلام ده مش بفلوس، حدث ولا حرج، بس أفعاله مش ثابتة، يوعد ويخلف، يظهر ويختفي، يقرب ويبعد، وانت شايف ده، بس لا، بس عشان محتاج تصدق ان المرة دي مختلف، فبتتمسك بالكلام وتطنش الفعل. الحقيقة احنا بنحب الفكرة اكتر من الشخص نفسه. تاني حاجة، عشان بنخاف نبدأ من اول وجديد. بعد ما فتحت قلبك، وبعد ما قعدت تحكي، وبعد ما تتعلق وانت قعدت فتحت قلبك وعمالة تحكي وتحبي على نفسك، فكرة انك ترجع لنقطة الصفر من جديد بتوجع شوية. فبتقولي لا، هستنى شوية، يمكن يتغير، يمكن يجي يتقدم لي، يمكن صادق، وهو اصلا العلامات كلها بتدل ان هو بيضحك عليك. ما علينا. طب يمكن يتحسن، مش عشان مش شايف الحقيقة، انتوا شايفين الحقيقة وشايفين العلاقة مش نافعة اصلا، لكن عشان مش عايز تخسر اللي بنيته. انتوا فاكرين انتوا بنيتوا حاجة كبيرة قوي فمش عايزين تخسروها. تالت حاجة، عشان في جزء جوانا متعود على القلق. في ناس لما العلاقة تبقى هادية ومستقرة بيحسوا بالملل. ليه؟ لأنهم اتعودوا إن الحب فيه شد وجذب، فيه قلق، فيه انتظار، فيه توتر، فالهدوء ده بيخوفهم والتوتر بيبقى مألوف. احنا اوقات بننجذب للمألوف حتى لو كان بيأذينا. نقف على الحتة دي شوية. لو واحد جه خبط على بابك وتقدم لك، والشخص ده ما شاء الله أخلاق وذوق وأدب، وأثناء علاقتكم أثناء الخطوبة مثلا، بقول مثال والله حصل بيحصل، تحس إن هو شخصية مهذبة، شخصية مؤدبة، ما بيزعلكيش، بيهتم بيكي، بيطمن عليكي. فإيه ده؟ أنا متعود، أنا مش حاسة بحاجة، أنا حاسة إني ما بحبوش. يا ستي أنت ما بتحبوش ليه؟ لا، ما هو إيه، أنا حاسة إن هو لازقة، هو كل شوية يهتم بيا، انتوا مش عاجبكم حاجة على فكرة.
والله العظيم. فايه هو عامل زي اللزقه كده، وكله بيهتم بيا، وانا عايزه كده احس كده، عايزه احس كده ان انا يعني فاهمين انتوا طبعا. ف... فالاخت ديت يعني هي بقى متعوده ان هي فاكره ان العلاقه فيها بقى قلق وانتظار بقى وتوتر، وان هو راجل كده، وانت كمان فاكر ان العلاقه كده، فمتعودين على كده. فبس بالعكس، لما يجي لكم بقى اللي هيعمل فيكم كده في الاول، بتبقوا مبسوطين وبتحسوا بالاحساس اللي انتوا حاسين ده، وتقولوا بس هو ده الحب. بعد كده يا حبيبتي، مرة على مرة، من كتر الألم اللي بتحسي بيه ومن كتر الوجع اللي بتحسي بيه بتزهق. خلاص، ما الواحد ليه طاقة ونفسك عليها حق. ارحمي نفسك، ارحم نفسك. رابع حاجة، بنربط قيمتنا ببقاء الشخص. لو الشخص مشي يبقى أنا مش كفاية، يبقى أنا وحشة، يبقى أنا ماليش لازمة. السؤال ده بيخوف قوي. بدل ما تواجهي نفسك بتتمسكي أكتر بالشخص اللي قدامك، اللي بيتجاهلك، اللي بيلعب عليكي. انت فاهمه؟ مع ان الحقيقه مختلفه تماما. اللي يمشي مش دليل انك قليله وانك وحشه، ولا دليل انك قليل ولا انك وحش. اوقات بيكون دليل ان المساحه مش مناسبه، العلاقه مش مناسبه، العلاقه ما ينفعش تكمل. اهم نقطه، مش كل مره بتفشل العلاقه بتبقى مغلوب. اوقات بتكون لسه بتتعلم. بس الفرق الحقيقي إنك المرة الجاية لما تشوف العلامة هتصدقها، مش هتبررها، عشان طبعا تابعت معها. وفي الختام، اسأل نفسك: أنا بكمل عشان مرتاح ولا بكمل عشان خايف أسيب؟ وانت كمان يا حبيبتي، بتكملي عشان مرتاحة ولا خايفة تحسي بالوحدة وعدم الأمان؟ اسأل نفسك: أنا شايف الحقيقة ولا شايف اللي نفسي فيه؟ في فرق انك شايف الحقيقة ولا شايف اللي نفسك فيه. احسبها في دماغك كده وهي هتيجي. اول ما تبدأ تجاوب بصدق، اختياراتك هتتغير من غير ما تضغط على نفسك. لو الحلقة دي لمست حاجة فيك، او حسيت انك فهمت نفسك شوية او فهمت نفسك شوية، انا فعلا ممتنة جدا انك كملته للآخر. ولو شايفين إن الكلام ده ممكن يفيد حد تاني، وانشره، يمكن يكون سبب راحة لقلب حد محتاج يسمعه. وما تنساش تشترك عشان نكمل الرحلة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.